بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم من جديد، فيديو جديد ودرس جديد. هنشرح النهاردة درس التحليل بإخراج العامل المشترك، آخر درس في الوحدة الثانية وآخر درس في منهج جبر للصف الأول الإعدادي. تعال نتكلم عن درس النهاردة اللي هو التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى، وده تقريبا انت خدته قبل كده وانت في المرحلة الابتدائية في رابعة او في خمسة تقريبا يعني. تعالى النهاردة نشوف ازاي بقدر ان انا احلل باخراج العامل المشترك من وسط مقدار جبري. مديني مقدار جبري هنا اسمه 5 أ زائد 15 ب، مقدار ثنائي، وبيقول لي حلل باخراج العامل المشترك. اول حاجة لازم تعرف شوية المعلومات اللي هقولك عليهم دول. العامل المشترك الاعلى بيكون عدد او رمز او عدد ورمز مع بعض، يعني ممكن يكون عدد بس او رمز بس او عدد ورمز مع بعض بخرجهم عامل مشترك، وهنتعرف على الكلام ده كله بتفاصيله من خلال الامثله اللي مكتوبه قدامنا. لما اقول لك 5 أ زائد 15 ب، بعمل ايه؟ اول حاجه كده اول ما ببص على المساله ببص على الارقام اللي موجوده اللي هي معاملات الحدود. عندي هنا 5 وهنا 15، بشغل دماغي شويه واقعد افكر هو الخمسة والخمستاشر يقبلوا الاسم على الكام؟ هلاقي ان الخمسة والخمستاشر بيقبلوا الاسم على الخمسة. ليه على الخمسة؟ لان الخمسة على الخمسة فيها الواحد، وخمستاشر على الخمسة فيها التلاتة، يبقى الخمسة والخمستاشر يقبلوا الاسم على الخمسة. يبقى اقوم جاي قايل بتساوي واقوم جاي كاتب الخمسة وافتح قوس جنبها. يبقى انا كده هخرج الخمسة عامل مشترك. طب ما خرجتش رموز ليه يا استاذ؟ لو جيت بصيت على الرموز هتلاقي الرمز اللي هنا أ والرمز اللي هنا باء، وعشان اقدر اخرج رمز عامل مشترك شرط اساسي يكون بيتكرر في الحدود كلها. انا ما عنديش أ الا في الحد الاول وما عنديش باء الا في الحد الثاني، يعني ما فيش رمز بيتكرر، فعشان كده خدت الخمسة لوحدها. بعد ما بخرج الخمسة عامل مشترك ببدأ ان انا اقسم عليها. 5 على الخمسة طارت، اتفضل لي أ اكتبه هنا، زائد 15 على الخمسة فيها التلاتة، ونزل الباء. شكرا، خلصت المسألة على كده. كل مسائل التحليل بإخراج العامل المشترك هتلاقيها سهلة جدا، وإن شاء الله مع رياضيات مصر كل حاجة سهلة إن شاء الله. تعال نشوف مثال 2. 10 س ص ناقص 8 س ع. بص على الأرقام الأول، هنا 10 وهنا 8، يقبلوا الاسم على الكام؟ اسأل نفسك السؤال ده، ال10 وال8 يقبلوا الاسم على الكام؟ هتلاقي دماغك بتجاوبك بتقول لك يقبلوا الاسم على الاثنين. يبقى مبدئيا يا استاذ كده العدد اللي هيخرج هيبقى 2، ده كده عامل مشترك. بعد ما ببص على الارقام ببص على الرموز، هنا س ص وهنا س ع. هل في رمز اتكرر في الحدين؟ قال لي ايوه، السين اتكررت هنا وهنا، يبقى هخرج السين كمان عامل مشترك وابدا افتح قوس. اقسم بقى على العامل المشترك اللي انت خرجته. 10 على الاتنين فيها الخمسة، س على س طارت، اتفضل ص تنزل زي ما هي، سالب على موجب بسالب. 8 على الاتنين فيها الاربعة، س على س طارت، اتفضل عين تنزل زي ما هي، وخلصت المسألة على كده. تعال نشوف مثال كمان. ده الموضوع طلع سهل يا استاذ ومشوق وممتع، اكني قاعد بلعب جيمز على التليفون. هتلاقي الموضوع ماشي معاك كده بالظبط، بس شغل دماغك وحل كتير. تعال نشوف 12 و4 يقبلوا الاسم؟ يقبلوا الاسم على الاثنين وعلى الاربعة. ليه؟ لان 3 في 4 ب12، يبقى ال12 تقبل الاسم على الاربعة والاربعة تقبل الاسم على نفسها. يبقى هاجي هنا اقول بتساوي واكتب الاربعة. هبص على الرموز، يا استاذ انا عندي هنا س اس 2 وهنا س ص. هو يا استاذ في س اتكررت، بس الاولانيه كانت اس 2 والثانيه كانت س اس 1. قال لي في الحاله ديت اخرج س الصغيره، اخرج س الصغيره. يبقى لما اخرج س الصغيره عامل مشترك بفتح قوس وبقسم. 12 على 4 فيها التلاتة، س اس 2 على س فيها الس، سالب على موجب بسالب. 4 على 4 طارت، س على س طارت، الصاد فضلت تنزل زي ما هي لان مفيش صاد اقسم عليها.
تمام كده يا جماعه؟ طب تعالى نشوف المثال الكبير ده. 21 ألف أس 3 باء أس 2 ناقص 7 ألف أس 2 باء أس 2 ناقص 35 ألف أس 2 باء أس 3. أول حاجة ببص عليها هي الأرقام. عندي هنا 21 و7 و35. هلاقي الأرقام دي كلها موجودة في جدول ضرب السبعة، يعني كل الأرقام دي تقبل القسمة على السبعة، يبقى هخرج السبعة عامل مشترك. عندي هنا ألف أس 3 ألف أس 2 ألف أس 2، اخرج الصغير في الرموز، يبقى هخرج ألف أس 2. عندي باء أس 2 باء أس 2 باء أس 3، برضه اخرج الصغير في الرموز، يبقى هخرج باء أس 2. بعد كده بفتح قوس وابدا اقسم المقدار على العامل المشترك اللي انا خرجته. 21 على السبعة فيها التلاتة، ألف أس 3 على ألف أس 2 فيها الألف، باء أس 2 على باء أس 2 طارت، سالب على موجب بسالب، 7 على السبعة طارت، ألف أس 2 على ألف أس 2 طارت، باء أس 2 على باء أس 2 طارت. في حالة إن كل عناصر الحد الجبري اللي أنا بقسمه تطير لازم أكتب الواحد، لازم. طب في حالة إن رمز فضل معايا، في الحالة دي الواحد ما بيتكتبش، لكن لو كله طار يبقى لازم أكتب الواحد. بعد كده سالب على موجب بسالب، 35 على السبعة فيها الخمسة، ألف أس 2 على ألف أس 2 طارت، باء أس 3 على باء أس 2 فيها الباء، وبعد كده بقفل القوس بتاعي. مثال 2، فكرة تانية من أفكار التحليل بإخراج العامل المشترك. هو أنا إزاي بحلل بإخراج العامل المشترك لما تجيلي المسألة بالشكل ده؟ قوس مكتوب فيه س ناقص ص، والقوس التاني س زائد 3 ص، زائد يعني ده كده كله على بعضه حد من الحدود، زائد 2 س مضروبة في س ناقص ص. ركز كده في المسألة كويس، هتلاقي فيه حاجة اتكررت. ايه هي؟ هنا س ناقص ص وهنا س ناقص ص. كل اللي انا بعمله بخرج القوس اللي اتكرر، يعني انا هاخد القوس اللي اتكرر س ناقص ص وافتح قوس تاني جنبه. لما خدت الس ناقص ص من هنا اتفضل لي ايه؟ س زائد 3 ص. بعد كده لما خدت الس ناقص ص من هنا اتفضل لي زائد 2 س، يعني اصبحت المسألة س ناقص ص مضروبة في س و2 س 3 س زائد 3 ص. صعب يا جماعة الكلام؟ هي المفروض المسألة كده خلصت، بس قبل ما تخلص لازم تطمن ان جوه الاقواس بتاعتك مفيش عامل مشترك ينفع يخرج. هنا مفيش عامل مشترك ينفع يخرج، لا ارقام ولا رموز. طب هنا قال لي لا يا استاذ ثواني، ده التلاتة اتكررت هنا وهنا، يبقى اخرج التلاتة كمان مرة عامل مشترك واكتبها بره قدام القوسين، لان كل الاقواس ديت عملية ضرب. يبقى اقول بتساوي التلاتة وافتح قوس اقول س ناقص ص، وافتح قوس تاني اقول س زائد الصاد، واسيبها زي ما هي كده. بص على المثال التاني كده، 3 ألف مضروبة في ج ناقص د زائد 4 ب مضروبة في د ناقص ج. يا استاذ هو في حاجة اتكررت بس ملخبطاني، هنا كانت ج ناقص د لكن هنا د ناقص ج. المختلف في القوسين ايه؟ هنا الجيم اشارتها موجبة لكن الجيم هنا اشارتها سالبة، الدال هنا اشارتها سالبة لكن الدال هنا اشارتها موجبة. يعني الاختلاف هيكون في اشارة من الاشارات، الاختلاف هيكون في اشارة من ايه؟ من الاشارات. هقول لك التفصيلة بتاعتها وبعد كده هقول لك انت تعمل ايه لو قابلتك في اي مسألة من المسائل. التفصيلة بتاعتها ان انا بقوم جاي خارج سالب عامل مشترك من جوه القوس ده، يغير لي اشارات المقدار اللي جوه، يخلي الدال سالب د ويخلي الجيم موجب ج، او ممكن ابدلهم مكان بعض باشاراتهم يديني سالب. هبدا بالجيم اكتب الجيم وبعد كده د ناقص د. كده القوس لو لاحظت ان هو اتظبط زيه زي اخوه. دي الطريقه اللي المفروض انا بعملها، ولكن انت مش مطالب ان انت تقعد تفسر هو جه منين. هقول لك انت بتعمل ايه على طول وتشتغل مسألتك مباشرة. اول حاجة لو جات لك المسألة بالشكل ده، شوف مين القوس المختلف، غير اشارة الحد بتاعه واعدل القوس، غير اشارة الحد بتاعه واعدل القوس. يعني دي لو موجب خليها سالب، طب لو سالب خليها موجب، واظبط القوس بتاعك. يعني اصبحت المسألة 3 ألف في ج ناقص د ناقص، بدل ما هي زائد خليتها ناقص 4 باء، واظبط القوس بقى ج ناقص د.
كده المسألة ظبطت معاك والقوس اتكرر هنا وهنا. اخرج القوس اللي اتكرر عامل مشترك، يعني هقول بتساوي ادي الجيم ناقص الدال وافتح قوس تاني. لما خدت القوس من هنا اتفضل 3 ألف، ولما خدته من هنا اتفضل ناقص 4 ب. بكده خلصت المسألة. طب يا أستاذ هو أنا أقدر أستخدم التحليل بإخراج العامل المشترك لتسهيل إجراء العمليات الحسابية؟ طبعا ينفع. زي المثال ده كده، 57 في 43 ناقص 57 في 33. لو جه والدي قال لي احسب المسألة ديت، طب ثواني يا بابا بس هجيب الآلة واجي. يا ابني آلة ايه؟ ما تشغل دماغك. انت لو جيت بصيت ده كده حد وده كده حد، مين العدد اللي اتكرر هنا وهنا؟ ال 57. اخرج ال 57 عامل مشترك، ادي 57 وافتح قوس. لما خدتها من هنا اتفضل 43 ناقص، ولما خدتها من هنا اتفضل 33، يعني هتساوي 57 في 43. لما اشيل منهم 33 يتفضل 10. 57 في 10 يديني 570. لو قعدت من هنا لبكره تعملها بحسابك مش هتيجي في دماغك الطريقه دي، رغم ان الطريقه دي اسهل طريقه للعمليات الحسابيه باستخدام التحليل باخراج العامل المشترك. بما ان النهارده اخر درس في حصه الجبر، فانا هرخم عليك شويه بقى. الامثله دي هسيبها لك انت اللي هتحلها. وقف الفيديو بتاعك او خد شوت سكرين وانقل المسائل دي عندك وحلها، واكتب في التعليق عرفت تحلها ولا وقفت قدامك ولا فهمتها ولا فهمتهاش بالظبط. تعال نحل بقى اخر مثال مع بعض اللي هو مثال 4. مثال 4 بيقول لي اذا كان م ناقص 2 ن قيمتها ب 10. الميم ناقص 2 ن ده اهي قيمتها بكام؟ ب 10. فاوجد باستخدام التحليل قيمه المقدار 3 م مضروب في م ناقص 2 ن ناقص 6 ن مضروب في م ناقص 2 ن. تعالى اول حاجه نحلل المقدار بتاعنا ده. لو لاحظت ان القوس م ناقص 2 ن وم ناقص 2 ن اتكرر في الحدين، فهخرجه عامل مشترك، يبقى اقول بتساوي ادي م ناقص 2 ن وافتح قوس تاني جنبه. لما خدته من هنا اتفضل 3 م ناقص، ولما خدته من هنا اتفضل 6 ن. هل المسألة خلصت على كده؟ قال لي لا ثواني، اتأكد ان القوسين ما فيهمش عامل مشترك تاني ينفع يخرج. الميم ناقص 2 ن ما فيهاش عامل مشترك ينفع يخرج. طب 3 م ناقص 6 ن، قال لي لا ثواني، ده التلاتة والستة يقبلوا القسمة على التلاتة، يبقى هخرج من هنا 3 عامل مشترك. ادي الميم ناقص 2 ن واقول فيه هخرج من هنا 3 عامل مشترك وافتح قوس. 3 على 3 طارت تتفضل م ناقص 6 على 3 فيها الاتنين وهنزل النون، يبقى اصبح م ناقص 2 ن مضروب في 3 مضروب في م ناقص 2 ن. هو قال ان م ناقص 2 ن قيمتها ب 10. شيل م ناقص 2 ن وحط 10 في التلاتة في شيل م ناقص 2 ن وحط 10. 10 في 3 ب 30. 30 في 10 يبقى الناتج بتاعها هيكون ب 300. بكده يبقى خلصنا درس النهارده. اتمنى ان يكون درس سهل وبسيط عليك وان انت تفهمه بسهوله وبساطه ويسر، واتمنى اكون فدتك ولو بحاجه بسيطه في درس النهارده. مع رياضيات مصر هتفهم رياضيات، هتفهم رياضيات. دمتم في امان الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.